برحب بحضراتكم في بيت السناري النهارده. ده العرض الرئيسي بتاع البانوراما التراث. العرض الرئيسي بيشتمل على الحضارة الفرعونية، وبعد كده بيدخل على العصر القبطي والعصر الإسلامي، وبعد كده وصولا للعصر الحديث. بنبدأ العصر الفرعوني أو الحضارة المصرية القديمة من أول سنة 3000 قبل الميلاد لغاية السنة الأولى من الميلاد. بنلاقي إن الشاشات متقسمة عندنا لمجموعة، يعني العصر العتيق، بعد كده بيبقى الدولة القديمة، بعد كده الدولة الوسطى، بعد كده الدولة الحديثة اللي هو عصر الإمبراطورية. بنعرض بعد كده أشهر الملوك، زي مثلا الملك خوفو، تاني ملوك الأسرة الرابعة. وبنبدأ ناخد مستوى تاني من المعلومات، مثلا إن هو بنى الهرم الأكبر، فبنبدأ ناخد جولة جوه الهرم نفسه، بنعرف معلومات عن الهرم. بعد كده بناخد زيارة جوه الهرم، نشوف ايه المكونات بتاعة الهرم من الداخل. بنبدأ نتحرك جوه الهرم بسهولة. بعد كده مثلا بنروح للدولة الحديثة، بناخد الملكة حتشبسوت. بنشوف طبعا أهم أعمالها معبد الدير البحري في البر الغربي بالأقصر، وبناخد يعني جولة جوه المعبد، بنشوف ايه مكوناته وايه اللي موجود عليه، ونشوف حتشبسوت كانت عملت المعبد ليه. بعد كده ممكن بنروح لتحتمس الثالث، سادس ملوك الأسرة ال18، وبنبدأ نشوف الحديقة النباتية اللي عملها تحتمس الثالث في البهو، خارج البهو الرئيسي للمعبد الكرنك في مكان اسمه قدس الأقداس. وبنشوف إن هو وثق عليها كل الحاجات اللي كانت موجودة وقتها من طيور ونباتات وحيوانات. بعد كده بنروح عند توت عنخ آمون، بنعرف برضو قصة حياته، وبنشوف اكتشاف المقبرة بتاعته سنة 1922 على يد العالم الإنجليزي هوارد كارتر. بعد كده بنشوف أمثلة من النماذج اللي هم لقوها جوه المقبرة، زي القناع الذهبي بتاعه، المكحلة الخاصة بالملك، ولكرسي العرش، يعني بعض النماذج الخاصة بتوت عنخ آمون. بنشوف حاجة برضو في الخط الزمني الفرعوني اسمها بردية رند، ودي أشهر يعني بردية كانت في حساب المثلثات، استخدمت في الحضارة المصرية. بعد كده بننتقل من العصر الفرعوني بنروح العصر القبطي والإسلامي، بناخد نماذج من العصر القبطي. هو مش متقسم تقسيم تاريخي، بس هو متقسم حسب المعالم أو الآثار اللي كانت موجودة في العصرين دول. فبنبدأ مثلا نشوف زي دير القديس أنطونيوس اللي موجود في منطقة الزعفرانة في البحر الأحمر. القديس أنطونيوس كان هو أول من دعا إلى الرهبنة وأنشأ الدير بتاعه ده. بعد كده بنروح اسكندرية، بنشوف في كينج ماريوت دير القديس أبو مينا. ودير القديس أبو مينا كان اعتنق المسيحية وعانى من اضطهاد الرومان، على الرغم ان هو كان من عائلة سارية رومانية يعني. ويقال ان هو حكم عليه بالإعدام طبعا، وبعد كده خاف زملائه انهم يحرقوا جثته، فأخذوها وحملوها على جمل يعني، واتجهوا بقى ناحية الإسكندرية. ويقال ان المكان اللي توقف فيه الجمل هو ده المكان اللي بنوا عليه الدير بتاعه. بنسيب العصر القبطي والإسلامي وبنروح بقى العصر الحديث. بنشوف تاني فيلم وثائقي اتعمل في العالم سنة 1895، كان هنا في مصر على كوبري قصر النيل لأخوين لومير. وبنشوف شكل كوبري قصر النيل زمان وقت البناء بتاعه في عصر خديوي إسماعيل. بعد كده بنروح اسكندرية، بنشوف قلعة قايتباي. بنتحرك بعد كده بنشوف برضه تاريخها، واللي هي اتبنت على فنار الاسكندريه القديم سنه 280 قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني. بعد كده بنتحرك بنروح نشوف شكل مكتبه اسكندريه الحديثه، وناخد جوله جوه المكتبه سريعه. وبنشوف مثلث موجود في المكتبه ده اسمه مثلث كاليماخوس، وده اللي هو شاعر يوناني كان اول من وضع التوثيق او الفهرسه للكتب في مكتبه اسكندريه القديمه. بعد كده بننهي طبعا الرحله بتاعتنا بمكتبه اسكندريه. وطبعا هي الكالشوراما برضو ده يعني ابتكار من مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. فكرته ان هي بتعمل رحله في الزمان من خلال 9 شاشات عرض على شكل يعني بتاخد نصف دائري قطره حوالي 10 متر، وهي حاصله على براءه اختراع وتم تقديمها باكثر من دوله حوالين العالم. واحنا كنا حريصين، المكتبه كانت حريصه ان هي تعرضها هنا في بيت السناري،
يعني كنوع من لأن الموضوع ليه خلفية تاريخية، إن بيت السناري أصلًا كان في أقامت أمّا الحملة الفرنسية جات مصر كانت هنا مقر لجنة العلوم والفنون، وهنا في بيت السناري تم تأليف موسوعة وصف مصر، فكان البيت شاهد على تأليف موسوعة وصف مصر اللي هي أرخت لمصر من 1798 ل1801. فالنهارده البانوراما برضه بتحاول تعرض تاريخ مصر على مدار العصور، آآ بشكل يعني باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العرض وإحنا فعلًا بقى لنا شهر بنعرض الكالشراما والنهارده ده الشهر التاني.